اهلا بيكم. النهارده معانا باور بانك مجنون فعليا من شاومي، وهو ال 212 واط هايبر تشارج باور بانك. الباور بانك ده بيجي بسعه 25 الف ملي امبير، وبيطلع قدره شحن توصل ل 212 واط. ايوه زي ما سمعت، 212 واط. ولو بتشحن من منفذ واحد بس ممكن يوصل لحد 140 واط كاملين. غير كده بقى في شاشة ملونة وبيدعم الشحن في الاتجاهين، يعني وهو بيتشحن ممكن تشحن الجهاز بتاعك. وكمان في وضع خاص للأجهزة الصغيرة، وكل ده جاي في تصميم شفاف شكله شيك قوي. بس السؤال المهم، هل كل الكلام ده حقيقي ولا مجرد أرقام على العلبة؟ أنا يحيى ناجي، وبسم الله نفتح العلبة. الباور بانك جاي بباكجينج فخم قوي بصراحة، والكرتونة نفسها خامتها محترمة. جوه العلبة هتلاقي الباور بانك، كابل التايب سي، ودليل الاستخدام. مفيش جراب أو كيس تحطه فيه، ودي بصراحة حركة رخمة شوية من شاومي. وزنه حوالي 635 جرام، يعني تقيل حبتين، لكنه لسه بيعتبر كومباكت بالمقارنة مع الإمكانيات بتاعته. وطوله أقل من ال 26 ألترا بحاجات بسيطة. بصراحة التصميم الشفاف الثلاثي ده شكله تحفة، وبيفكرك بباور بانكات من شركات محترمة زي بيزيوس وأنكر. وأهم حاجة طبعا اوعى تشتري باور بانك من براندات مجهولة عشان توفر لك كام جنيه، لأن موضوع الأمان هنا مهم جدا. وطبعا زي أي باور بانك شفاف لازم تعرف إنه مغناطيس بصمات، خصوصا إن شاومي ما حطتش أي طبقة مطاط أو رجل كاوتش تحت الجهاز. فسواء حطيته أفقي أو رأسي على الترابيزة، مع الوقت هيبدأ يظهر عليه شوية خدوش وعلامات استخدام. لكن جودة التصنيع نفسها ممتازة جدا الصراحة. الباور بانك عموما مش ضخم قوي، لكنه تقيل نسبيا. يعني في شنطة كتف هيكون عادي، لكن لو حطيته في جيب الجاكيت أكيد هتحس بحجمه، واللي حواليك هيحسوا كمان. طبعا تقدر تسافر بيه على الطيارة، لكن لازم تبص على قوانين شركات الطيران، لأن كل شركة ليها سياسة معينة للبطاريات. نيجي بقى للشاشة، ودي من أكتر الحاجات اللي عجباني. الشاشة كبيرة وواضحة جدا، وجنبها زراير ميكانيكال للتحكم، ومن عليها تقدر تشوف نسبة الشحن اللي فاضلة، سرعة الشحن، الوقت اللي فاضل للشحن الكامل، وبروتوكولات الشحن. وممكن تفعل كمان وضع اللو كارنت للأجهزة الصغيرة. وبالنسبة للتحكم في الباور بانك، فضغط عادية تشغل أو تطفي الشاشة، وضغطتين يشغلوا أو يقفلوا وضع الشحن الضعيف. ولو فضلت دايس شوية تحس كأنه بيعمل ريسات للجهاز. أما المنافذ فعندنا 2 منفذ تايب سي ومنفذ يو اس بي اي. طب نيجي بقى للأرقام المهمة. شاومي بتقول إن الساعة 25 ألف ملي أمبير، لكن في الاختبارات الفعلية الساعة الحقيقية كانت 14673 ملي أمبير، وده رقم كويس جدا بصراحة. وشحن الباور بانك نفسه من 0 ل 100 باستخدام شاحن 140 واط أخد حوالي ساعة وخمس دقايق. أنا شحنته بالشاحن بتاع الماك بوك برو، ولو شاحن مثلا 85 واط هياخد له بتاع ساعتين ونص. بس الغريب بقى انه رغم انه بيدعم شحن لحد 100 واط، الا ان السرعه بتنزل تلقائي بعد حوالي نص ساعه ل 45 واط، وبعد ساعة تقريبا بتنزل ل 20 واط عشان الحرارة ما تعلاش. وده بيحصل تقريبا مع أي شاحن استخدمته. فالنتيجة كانت ثابتة. أما سرعات المنافذ، فمنفذ تايب سي بيدعم دخول لحد 100 واط، ومنفذ تايب سي 2 بيدعم دخول لحد 45 واط. أما في الخروج وانت بتشحن حاجة، فالتايب سي 1 بيوصل لحد 140 واط، والتايب سي 2 بيوصل لحد 45 واط، واليو اس بي اي بيوصل لحد 120 واط. وطبعا القدرة الكاملة لل 212 واط مش هتشوفها غير لما تستخدم المنافذ مع الكابلات المحترمة اللي بتدعم الباور ديليفري ل 3.1، وكمان كابلات شاومي اللي بتدعم لحد 120 واط. غير كده الأرقام هتبقى طبيعية. والحلو بقى هنا إن الباور بانك ده فيه 9 مستويات حماية، زي حماية من السخونة أو زيادة الشحن أو القفلة، وكل الحاجات اللي بنشوفها في الباور بانكات المحترمة. أما من ناحية التوافق، فهو شغال تقريبا مع كل الأجهزة الحديثة. شغال مع تشاومي، مع ريدمي، مع ابل، مع هواوي، مع سامسونج واوبو وفيفو واونر. ومش للموبايلات بس، ده بيشحن لابتوبات وتابلتات وسماعات وساعات ذكيه وحتى الفتنس باندز. انا عن نفسي شحنت بيه الماك بوك واللابتوب الطفل 16 في نفس الوقت. بس في نقطه رخمه شويه، مفيش دعم في الجهاز للسوبر فوك، وده معناه ان اجهزه شركات بي بي كي زي اوبو وريلمي وون بلس مش هتاخد اسرع شحن ممكن. هتشحنها وكل حاجه، بس مش باقصى سرعه. طب نيجي بقى للاختبارات الفعليه. انا شحنت الايفون 16 برو ماكس من 0 ل 80 وخد حوالي 40 دقيقه، ومن 0 ل 100 خد حوالي ساعه وربع. والباور بانك ممكن يكفي يشحن الايفون ده حوالي 4 مرات شحنه كامله. اما الماك بوك برو فاتشحن من 0 ل 75% في حوالي 50 دقيقه، لكن ده استهلك تقريبا كل شحن الباور بانك. اما بالنسبه للسخونه فالاداء كويس جدا بصراحه، بس مع استخدام كل المنافذ مع بعض هتحس بسخونه واضحه شويه، لكن لسه مش خطيره.
وكمان في ميزة الباس ثرو تشارجنج، يعني تقدر تشحن الباور بانك وفي نفس الوقت تشحن أجهزة تانية منه. بس بصراحة أنا شخصيا ما بحبش الخاصية دي عشان الحرارة وعشان أحافظ على عمر البطارية على المدى الطويل. طب نيجي بقى لعيوب الجهاز. أول عيب إن مفيش سوبر فوك. تاني عيب إن المعلومات اللي على الشاشة محدودة شوية. تالت عيب إن مفيش مقاومة مية أو أتربة معلنة رسميا، أنا حاولت أدور عليها في اليوزر مانيوالز بس ما لقيتهاش. وكمان سرعة الشحن بتاعت الباور بانك نفسه مش الأسرع مقارنة مع المنافسين. لكن في المجمل ده واحد من أقوى وأشيك الباور بانكس اللي ممكن تشتريها حاليا، وبالمناسبة سعره في الإمارات حوالي 320 درهم، وبيختلف طبعا حسب البلد والجمارك في الآخر. الخلاصة بكل بساطة شاومي 212 واط هايبر تشارج باور بانك يعتبر باور بانك قوي جدا ومناسب تقريبا لأي جهاز حديث، خصوصا لو عندك لابتوب بيدعم شحن لحد 140 واط. وطبعا في منافسين محترمين جدا في السوق زي الانكر 737، زي البيزيوس باور بانكس، وزي اليو جرين. وطبعا كمان في براندات ارخص ممكن تبص عليها، بس بصراحة التجربة معاها مش احسن حاجة ومش دايما مضمونة، انا بفضل ابعد عنهم. اما شاومي هنا شايف ان التسعير بتاعه منطقي جدا مقابل الامكانيات اللي بتاخدها، فلو بتدور على باور بانك شكله بريميوم وبيشحن موبايلك ولابتوبك بسرعة وفي شاشة ومواصفاته مجنونة زي ده، فده بصراحة اختيار ممتاز جدا. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي لايك وفولو وسبسكرايب، وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت اللي هتلاقي فيها معلومات كتير قوي هتفيدك. شكرا جزيلا، وما تنساش تكتب لي في الكومنتات اللي عجبك في الباور بانك، وسلام.